ولدي طبعا جاني اتصال انا مفاجئ. الولد طلع تقريبا نص ساعة او ساعة بالضبط، اتصل فيني اخبرني انه في المستشفى. ها يا محمد، قال لي انا في المستشفى، تعال. اتيت الى المستشفى، لقيت الكادر الطبي موجود، واستفسرت منهم ايش في محمد، استقبلوني. انت والده؟ قلت نعم. قال الولد عنده التهاب في البنكرياس ولازم يكون في المستشفى خلال ساعتين. بعد الساعتين قال لي لازم يروح الجناح. اي السبب طبعا مشروب طاقه. بعد الساعتين راح الجناح. بعد الجناح في الثنتين تقريبا بالليل دخلوا العنايه المركزه. من العنايه المركزه قعد 3 ايام في العنايه. بعد العنايه 10 ايام على تنفس صناعي حتى اتى امر الله. مشروب الطاقه اختي ام احمد ترى ما هو بالامر الهين. والمشكله اذا كنت ولي امر ما تعرف ابنك اين يذهب واين يعني يقعد مع منو، يشرب مع منو، هذه مسؤوليه كبيره اكثر من انك تفقد فلذة الكبد، تفقد رجل عمره 15 سنه. انا ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد في انهيار، في انكسار. الرساله واضحه يعني ما وكان يغبر راسي والله يا اخر يعني قبل الوفاه هذه. والله يا اخوان وللعبره، والله يا معد على سرير العنايه المركزه قبل لا يدش تنفس صناعي قلت له بذهب لي الصلاه. قال لا يا يبا بس لا تطول وعطني راسك ابوسه. والله باس راسي. اليوم الثاني اللي بعده دش تنفس صناعي واتى امر الله. انك تفقد طفل واثار ما هو بالامر الهين، والله مصاب جلل والله. الله يرحمه. ونتمنى دائما هذه الرسالة الواقعية أن تصل لجميع الأهالي، هي دروس وعبر في النهاية. اخواني اصدقائي، هسه انا مو طبيب، ولكن اللي دا نشوفه من حالات يخلينا لازم نقول هاي الحكايه. المشروبات، مشروبات الطاقه، رجاء الحذر من عندها. هوايه دا تصير حالات ودا تتكرر هاي الحالات والكل ساكت. مشروبات الطاقة الظاهر انه بها هواي امور خطيرة ودا تسبب حالات هواية، اخرها اللي صار اليوم بكربلاء. شاب بعمره 15 سنة تناول احد هذه مشروبات الطاقة وتعرض الى توقف قلب. بقدرة قادر تمكنت الكوادر الطبية الله يحفظهم في احد المستشفيات في كربلاء من انقاذ حياته. لذلك يا اخوان حذروا اللي تقدرون تحذروا، حذروا اللي تعرفوا وتحبوا. هذه المشروبات مو لعبة، لا تكثر منها، والافضل تبتعد عنها. لا تكثر منها لأنه هي مو لعبة الظاهر. لذلك رجاء احذروا، كل من يشوف هذا الفيديو احذر وحذر اللي تقدر تحذره من هذه المشروبات. على الأقل لا تكثرون من عندها. واللي يستحسن والأفضل طبعا أنه تقطعوها نهائيا، لأنه دا تسبب حالات ودا تسبب مشاكل احنا في غنى عنها، والله يحفظ الجميع.